السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورتيه بسيطه جدا ان شاء الله تعجبكم. حطيت هنا الاول هنضرب الكريمه مع بعض. حطيت كوبايه وربع ميه عليهم كوبايه كريمه، هحط ربع كوبايه سكر ومعلقه لبن بودره. دي معلقه لبن بودره، وهحط كمان ربع كوبايه سكر. هضربهم مع بعض كويس لحد ما القوام يعلى خالص معايا وتبقى الكريمه متماسكه. مقادير الاسبونج بتاعتي، حطيت ضربت 200 جرام دي اسبونج فانيليا، حطيت عليهم بطين، حطيت عليهم كمان معلقه محسن واقل من ربع كوبايه ميه، وضربتهم حطيتهم في جنب، وحطيت طبعا رشه فانيليا. والجنب التاني نفس الكلام بالظبط، حطيت 200 جرام دي سبونج وحطيت عليهم بطين ومعلقه محسن وربع كوبايه ميه ناقصه، حاجه بسيطه خالص، وضربتهم حطيتهم في الجنب التاني ودخلتهم على درجه حراره 180 الرف الاوسط لحد اما استوت. طبعا اختبرتها بعصير شيش طاووق او بخلة اسنان لو مش موجوده، او بسكينه لو مش موجود ده ولا ده، اي حاجه لحد ما تستوى. وبعد كده بطلعها من الفرن واسيبها تهدى، وبعد كده اغطيها اسيبها لتاني يوم او في نفس اليوم عادي مفيش مشكله. اما تبرد خالص ابدا ان انا اشتغل فيها. تمام. طبعا قشرت القاع كده وقشرت السطح بتاعها وهبدا ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده. بدأت اقطعها على 3 طبقات. الجزء ده ملزق كده وانا مش حباه فشيلته. طلعت لي 3 طبقات حلوين جدا. هنبدأ بقى نزين بقى ونجلس وكده. حطيت كده قطعة كريمة، طبعا اخدت نص الكريمة او اقل من النص شوية، وحطيت عليها كاكاو خام وجناش، معلقة كبيرة جناش مليانة، وضربتهم في بعض كده لحد ما خدت اسفة جدا على الصوت ده، بس الصوت ده في الشارع. المهم بدأت اخد الكريمة بتاعتي كده وبدأت احطها على الجنب الفانيليا والجنب الشوكولاتة نفس الكلام. هحط بقى الطبقة التانية وهبدأ برضو اسقي. طبعا البسق ده بيدا سيرب. هبدأ كده زي ما انتم شايفين اوزع الكريمة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده، ما خليش في مكان نازل ومكان طالع، لازم كله يبقى سوا بعضه كده. وحطيت الطبقة التالتة وهبدأ ان انا زي ما انتم شايفين كده اسقيها برضو. بعد كده هلم الفتافيت بتاعت الاسبونج كده بشوية الكريمة اللي طالعين برا من التورتة كده، والجنب التاني زيه بالظبط. وهبدأ ان انا اضيف بقى الكريمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بحط كمية حلوة من الكريمة عشان اساوي بها. زي ما انتم شايفين كده بساوي الكريمة. زي ما انتم شايفين كده بوزع كويس الكريمة عشان لما اجي اشد
بالسكرابر كده المشنشر، ما يبقاش في مكان داخل لجوه ومكان طالع لبره كده. ولو في مكان داخل لجوه بحط تاني كريمة وبرجع اشد تاني، مفيش اي مشكلة خالص زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هبدأ بقى اساوي السطح بتاعي من بره لجوه كده. زي ما انتوا شايفين كده سويت السطح كويس. اهم حاجة ما يبقاش في مكان نازل ومكان طالع، عشان لما اجي احط الجناش ما فيش حاجة توقفه كده يعني. زي ما انتوا شايفين كده مسحت البورد بتاعي وهبدأ اعمل وردات كده. هنا كنت بفكر لسه هعمل ايه، حبيت اعمل وردات صغيرة كده بالقمع الصغير ده، ان انا الف بس وردات كده على طروف الجنب اللي انا هحط فيه فاكهة. وبرضو هعمل روزيتات كده من تحت، اقفل المكان من تحت. هحط بقى جناش. طبعا طريقة الجناش موجودة على القناة. بحط كمية جناش حلوة كده عشان الكريمة ما تختلطش بالجناش. والاحسن برضو ان انتي تدخليها قبل ما تحطي الجناش التلاجة تشد معاكي الكريمة، عشان لما تيجي تحطي الجناش ما يعني تبقى تعرفي تشتغل عليها بسهولة يعني. انما انا اشتغلت على طول. تمام، حطيت كمية كده حلوة وهدخلها بقى التلاجة بعد الخطوة دي. اي حاجة بتقع طبعا بداري بها اي حاجة فوق، وادخلها بقى التلاجة بعد الخطوة دي شوية عشان لما اجي اكتب عليها اعرف اكتب. مسحت البورد كده وهبدأ ان انا اعمل روزيتات من تحت وادخلها بقى التلاجة. خلاص كده بعد ما دخلتها التلاجة شوية طلعتها بقى عشان اعمل شغل الفاكهة عليها. بصراحة انا ملقتش غير تفاح وكنتالوب، فهشتغل بيهم. ببدأ اعمل شرايح كده عشان اعمل بيها اشكال على التورتة. اشتلت الطرفين كده وبدأت ازق بايديا كده الوحدات جنب بعضهم كده، وهبدأ اديها تلميعة بملمع الفاكهة، وهبدأ اشيلهم كده بايديا الاتنين كده وهرفعهم على التورتاية. هعمل بقى شكل تاني، هعمل برضو شرايح. انا مش هعمل فيها شغل كتير ولا حاجة، يعني حاجات بسيطة كده. هزقهم برضو وهعملهم زي قوس كده احطه يعني كتغيير يعني. وبصراحة الواحد يعني كان يوم ده مش عارف مش مظبط كده، فحبيت ان انا استسهل على نفسي اي حاجة سهلة يعني اعملها. هبدأ ان انا احطهم كده بالشكل ده. خلاص كده هعمل بقى بالحتة ديت هعمل اللي هو اسمه جل العصفورة ده، هعمل منه اتنين تمام زي بعض.
باخد شريحة من الجهة دي وشريحة من الجهة دي كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ احطها على التورته زي ما انتوا شايفين كده. التانية طبعا هعملها لوحدي، هلمعها برضو واحطها على التورته. دي فيها البذور بتاعتها بس بشتلها والمعها كويس واحطها على التورته. هعمل بقى التانية زيها بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده. هشتلها بقى وبرضه هعملها زيها بالظبط. هلمع بقى كده وهحطها على التورته بالشكل ده. في النص هنا بقى اخد شريحة كده من الكنتالوب وعشان اكسر اللون بس، لان مش هتبقى تفاح بس كده شكلها مش يعني مش مستحبة قوي. فهعمل ايه، هعمل شوية شرايح كده واحطها ورا بعض، ان انا احطهم بس في الحته اللي في النص. انا كان ممكن اعمل ورده بس زي ما قلت لكم ان انا كنت بعمل التورتيه ديت وانا مش قادره اعملها اصلا. فالحمد لله ربنا قدرني وعملتها وطلعت الحمد لله يعني. المهم بعمل شرايح كده بس ان انا اكسر اللون وكده خلاص. هنشوف بقى نعمل في جنب الشوكولاته ايه. حطيت هنا هابي بيرث زي ما انتوا شايفين كده، وهحط هنا فرشتين كده لزقاهم بلزق كده، حاطه فيهم عصاية اللي هي سلكة السنان ديت، واحدة سلكة سنان. المهم وهكتب بقى الاسم المطلوب مني ان انا اكتبه بالشكل كده. اسم داليدا بالشكل ده. وهحط بقى الفراشة التانية. انا مرضيش احط الفراشة ديت التانية عشان اعرف اكتب الاسم بس. كنت محتارة في التورتيه دي بصراحة ازوقها ازاي، بس يعني لقيت اللي هو الالوان ده فرماسيل الالوان ده حبيت ان انا اكسر بيه، هيدي لون حلو وبهجة كده للتورته زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده حسيت برضو ان هي ناقصها حاجة. هجيب نجوم كده وكريسبي كده بني احطه في النص، ونجوم كده ان انا احطها على الوردات البيضة عشان تنطق التورتيه شوية زي ما انتوا شايفين كده. بحط واحدة حمرا وواحدة صفرا كده بالشكل ده. هنا بقى حبيت ان انا احط كده نجوم كده في المكان ده تحت الاسم بالظبط بالشكل ده، عشان بس التورتيه تنطق كده ويبقى شكلها حلو. وكده خلاص التورتيه خلصت معايا. يا رب تعجبكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك عشان القناه تترفع كده وتطلع والفيديوهات تشاف. فضلا وليس امرا طبعا ان انتوا تحطوا لي لايك. شكرا جدا واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.